انت تجلعي لي عين وانا اجلع لك عين ونعيش عور احنا الاتنين. اكيد فاكر الجملة دي. ايوه، هو ده شيبوب اخو عنترة. بس تعرف مين الممثل اللي قالها؟ تعرف اسمه ايه؟ او تعرف حاجة عن حياته؟ ده فاتن النساء زي ما قال عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب، وهو برضه سفاح البلاجات زي ما لقبته ليلى مراد، وهو كمان جلاد القلوب. وده كان وصف المخرج عز الدين ذوالفقار عنه: بجسد نحيل ورأس خفيف الشعر وبشرة سمراء وصوت فكاهي تضحك أول لما تسمعه. نحيل الجسد خفيف الظل، إنه الفنان سعيد أبو بكر، شيبوب السينما، عاشق للفن بكل تفاصيله. كرس حياته علشان يسعد الناس بأدواره، ما كانش بيهتم إنه ياخد جوائز أو حتى يتكرم، لأ هو عمره ما اهتم بالحاجات دي. كان دايما يقول: يكفيني جمهوري اللي بيضحك لما يشوفني. الضحكة اللي بيشوفها على وشوش الناس كانت بالنسبة له أهم من أي تكريم. ما كانش بيدور على الأضواء أو الشهرة، كان كل اللي بيهمه إنه يسيب بصمة في قلوب الناس، وده اللي فعلا حققه. طب انت عارف إنه كان خاطب الفنانة ماجدة الصباحي؟ حياة سعيد أبو بكر مليانة حكايات وأسرار كتير، وآن الأوان يظهر للنور حكاية واحد من أهم نجوم الصف التاني في السينما، زيه زي عبد المنعم إبراهيم اللي ما قدمش بطولة مطلقة غير في فيلم سر طاقية الإخفاء. سعيد أبو بكر بقى قدم للسينما المصرية السبع فندي. وبالمناسبة ده يعتبر أول فيلم خيال علمي، وكمان أول فيلم بيتكلم عن البطل الخارق في السينما المصرية. كتير مننا ما يعرفوش حاجة عن الفيلم ده أو عن بطله سعيد أبو بكر. لو أول مرة تشوفنا وعايز تعرف أكتر عن حكايات النجوم المنسيين وتعيش سحر الزمن الجميل، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو سوا ونعرف مين هو شيبوب السينما. 20 نوفمبر 1913 اتولد سعيد أبو بكر بمدينة طنطا. شلها يا سيد يا بدوي. من صغره كان مرح وبيحب الضحك ويضحك كل اللي حواليه. كان عاشق للفن وشايف إن في يوم من الأيام هيبقى فنان كبير، واللي ساعده في ده مسرح المدرسة. سعيد دخل مدرسة طنطا الابتدائية، وهناك كان أول مرة يقف على خشبة المسرح. حب المسرح والمسرح حبه، ومن مسرح طنطا الابتدائية للثانوية. مسرح المدرسة قدر ينمي موهبة أبو بكر، ولما اتخرج من الثانوية وخد البكالوريا سنة 1933 محبش يبعد أبدا عن المسرح، وعلى طول راح على فرقة رمسيس علشان يبدأ مشواره الفني، ووافق إنه يشتغل فيها بأجر شهري بسيط كان 3 جنيه بس. ورغم حبه الشديد للتمثيل، لكن ظروف المعيشة كانت صعبة، والأجر ده ما كانش مكفيه إنه حتى يقدر يعيش حياة بسيطة. فاضطر يسيب الفرقة ويسافر السويس علشان يدور على شغل براتب أكبر، وهناك لقى وظيفة أمين مخازن في المجلس البلدي بالسويس، وفضل في الشغل ده حوالي 3 سنين بيحاول يوفر لقمة العيش. بس دايما كان الفن في قلبه، هو مستني اللحظة اللي يرجع فيها للتمثيل. وفعلا حب سعيد للفن كان أقوى من أي ظروف، وساب شغله ورجع القاهرة وانضم لفرقة أنصار التمثيل والسينما، واشتغل كمان مع فرقة فاطمة رشدي وفرقة ملك وفرقة فؤاد الجزائرلي. 1944 كانت السنة اللي أعيد فيها افتتاح المعهد العالي لفن التمثيل، اللي هو المعهد العالي للفنون المسرحية. نيجي بقى ل 1945، وهي سنة التحاق سعيد أبو بكر بالمعهد، وكان من أوائل المتقدمين، وقدر يخطف إعجاب شيخ المسرحيين زكي طليمات لما قدم قدامه جزء من مسرحية البخيل لمولير. واتخرج سعيد وحصل على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل سنة 1947، واشتغل مفتش في المسرح المدرسي، وفي نفس الوقت كان عضو وممثل في فرقة المسرح الحديث. ومع بداية الخمسينيات سعيد أخرج مجموعة من المسرحيات اللي حققت نجاح كبير، زي مسرحية صندوق الدنيا وبابا عايز يتجوز والناس اللي فوق. ومش بس كده، سنة 1963 تم ترشيحه ليكون مدير لفرقة المسرح الكوميدي، وبعدها بقى مدير للفرقة الاستعراضية الغنائية، وقدم من خلالها مسرحيات كبيرة زي بنت بحري، حمدان وبهانة، القاهرة في 1000 عام. نيجي بقى لرحلة أبو بكر مع السينما لما اتعرف على المخرج الكبير محمد كريم سنة 1940، ودي كانت نقطة التحول في حياته الفنية. من اللحظة دي بدأ يتجه لعالم السينما، وشارك في فيلم يوم سعيد
الدور ده رغم انه كان بسيط لكنه فتح لأبو بكر الباب على مصراعيه لعالم السينما، وبدأ الجمهور يتعرف عليه، وبدأت رحلته اللي هتستمر لسنين طويلة في السينما المصرية. ومن أشهر الأفلام اللي شارك فيها الفنان سعيد أبو بكر واللي تجاوزت ال100 فيلم، بدأها بفيلم يوم سعيد، ومن بعدها توالت الأعمال زي ابتسامة أبو الهول، أرملة وثلاث بنات، الساحرة الصغيرة، عنتر بن شداد، بين السماء والأرض، لقمة العيش، رسالة إلى الله، الأخ الكبير، النمرود، معجزة السماء، شياطين الجو، دايما معاك، دستة مناديل، تاكسي الغرام، الأستاذة فاطمة. ورغم إن أدواره كانت دايما بسيطة بس كان قادر بموهبته الكبيرة إنه يخطف الأنظار. نيجي بقى لسكر أفندي عبود، وده كان دور البطولة الوحيد اللي قدمه سعيد أبو بكر في فيلم السبع أفندي، وهو فيلم خيال علمي كوميدي للمخرج أحمد خورشيد، وشاركته البطولة الفنانة الكبيرة شادية والنجم سراج منير. انت متخيل ان الفيلم ده كان بداية لظهور نجوم كبار كانوا لسه في بداية طريقهم الفني، زي توفيق الدقن وعمر الحريري وعدلي كاسب. بص من غير ما احرق لك الفيلم، اللي نصيحة حاول تشوفه وتشوف أول فيلم في السينما المصرية بيتكلم عن الخارقين. بص يا سيدي، الفيلم بيحكي عن سكر أفندي، موظف أرشيف بسيط ومخلص في شغله، بس كان بيواجه مشاكل كتير في حياته. في يوم من الأيام بيشتري حبوب من واحد في الشارع على أمل إنها تريح باله، وبياخدها كلها، وبيكتشف إن بقى عنده قوة خارقة بتخليه يعدي من الحيط. وسكر أفندي بقى قرر يستغل قوته في الانتقام من مديره لحد ما يدخله مستشفى الأمراض العقلية، وكمان بقى يسرق الفلوس من البنوك علشان يساعد الناس الفقيرة. اللي أنا حكيته ده مش كل القصة، دي البداية بس، علشان أنا مش حابب أحرق لك فيلم متأكد إنه هيعجبك. نيجي بقى لقصة سعيد أبو بكر وماجدة الصباحي، ودي كانت واحدة من أكتر القصص اللي شغلت الوسط الفني وقتها. الفنان سعيد أبو بكر كان مغرم بالفنانة ماجدة، وكان حبها ملازمه لفترة طويلة، ولما ظروفه المعيشية بدأت تتحسن قرر ياخد خطوة جريئة ويتقدم لخطبتها. وكانت ماجدة في الوقت ده لسه في بداية مشوارها الفني، وكانت مشهورة بجمالها وسحرها، كان بيتقال عليها ماجدة جميلة الجميلات. ووسط دهشة الوسط الفني وافقت ماجدة على الخطوبة، واحتفلوا بالحفل في أجواء عائلية بسيطة بحضور الأهل والأقارب وعدد محدود جدا من الأصدقاء. لكن اللي محدش كان متوقعه إن بعد كام شهر بس من الخطوبة فجأة كده اتفكت من غير أي تفسير واضح أو أسباب معلنة. وعلى الرغم من إن ماجدة بعد كده خاضت أكتر من قصة حب واتجوزت، إلا إن سعيد أبو بكر خد قرار إنه يقفل باب الجواز تماما، وقرر إنه يركز في شغله الفني وما يفكرش تاني في الارتباط أو الجواز. وفعلا عاش بقية حياته من غير ما يتجوز، وفضل مركز في فنه وبس. سعيد أبو بكر كان محبوب جدا بين نجوم الوسط الفني، كان معروف بخفة دمه وطيبة قلبه، وكمان بثقافته الكبيرة. حياته الفنية كانت مليانة نجاحات، لكن في آخر أيامه تعب جدا من مرض القلب اللي كان بيعاني منه لسنين طويلة. وبعد ما تعب قوي قرر إنه يسافر لندن علشان يعمل جراحة في القلب. وأثناء رحلته حصل اللي ما كانش حد يتوقعه، الطيارة ما قدرتش تهبط في مطار لندن بسبب الضباب الكثيف، واضطروا يكملوا الطيران لغاية ما وصلوا مطار اسكتلندا. وبعد اختفاء الضباب الطيارة رجعت تاني لمطار لندن. الطيارة فضلت في الجو حوالي 17 ساعة، وفي الوقت ده سعيد أبو بكر تعب جامد جدا وتعرض لأزمة قلبية شديدة، وللأسف فارق الحياة وهو في الطيارة يوم 16 أكتوبر 1971. ودي كانت النهاية الحزينة للفنان خفيف الظل اللي رسم البسمة على وشوش الناس طول حياته. سعيد أبو بكر واحد من الأسماء اللي مستحيل تتنسي في تاريخ المسرح والسينما، ولسه عايش في قلوبنا لحد النهاردة. ولو انت كمان فاكر مشهد أو دور أو إفيه للفنان سعيد أبو بكر، شاركنا بيه في التعليقات، واكتب لنا كمان عن نجوم منسيين تحب ان احنا نتكلم عنهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لكن المتعة ما انتهتش هنا، عندنا فيديوهات تانية لنجوم عاشوا في الظل وآن الأوان نعرف حكايته. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتكون دايما
جوه الحكاية. سلام.